السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا بقى، دي الفراخ بتاعتي. وبما اننا بنتكلم على التوفير، فالنهارده هقول لكم بقى. انا دايما بقعد اقول لكم وفروا وفروا وفروا، ومن ضمن التوفير ان يا جماعة لازم تربوا طيور. اللي عندها بيت ملك، يعني انت عايشة في ملكك في بيتك، عندك سطوح، اعملي عشش، اعملي اوض، اعملي بوكسات اللي هي البطاريات يعني، وغطيها، حطها على السطوح. عايشة في بيت عيلة، طبعا برضو البيت العيلة بيبقى السطح بيبقى له، كل واحد ممكن ياخد جزء يعمل فيه اللي هو عايزه. ما عندكيش بيت وساكنة بالإيجار، عندك بلكونة واسعة كده وكويسة تعرفي تربي فيها، تحطي فيها آه، عشة كده صغيرة، بتتعمل خشب كده يا بنات. قلت لكم قبل كده انها ممكن تعملها عند النجار، هياخد المقاسات ويعملها لك دور دورين زي ما انت عايزة. تمام. ممكن تربي فيها فراخ بيضة، ربي 5 ربي 10. جربي الأول في 5 واتكلي على الله. والله العظيم أنا قبل ما يكون عندي الأوضة اللي أنا بربي فيها دي أو الغرفة دي، أنا كنت عاملة عشة. كان جوزي عملها لي بخشب، يعني الأربع قوايم خشب، والسطح السقف يعني خشب وكان عاملها لي دورين دورين. كنت بربي فيها، والله انا عايزه اقول لكم ان انا ربيت فيها فراخ وباضت فيها كمان. بسم الله ما شاء الله، شايفين دي البيضه؟ عايزه اقول لكم بقى ان انا فراخي مجنناني. عملت لهم، شوفوا القفاص دي انا حطاها علشان هما بيناموا عليها، وفرشه لهم تحتها شكاير، بحيث ان انا لما اشيل الاقفاص دي اشيل الشكاره بحالها بالحمام بتاعهم، ارميها واحط لهم شكاره غيرها عشان ما يعملوش حمام على الارض على طول، ويفضل معجن وكده. تمام. كل فتره بغسله يعني عشان بكنس الارض على طول. والصينيه دي بحط لهم عليها اكل البيت. عايزه اقول لكم بقى ان انا الصبح وانا جايبه لهم اكل البيت، هم بيحبوا اكل البيت جدا، كنت جايبه لهم رز على سمك مشوي. بعدين الفرخه يعني كانت بتبيض على القفص اللي هي بتنام عليه. عندي فرخه هطله كده بتبيض على القفص اللي هي بتنام عليه. فالمهم، وانا اول ما حطيت الاكل وشافت الاكل وانا بحطه، راحت جت جري وهي بتبيض، وقفت على الصينيه تاكل، راحت البيضه وقع منها وهي بتاكل. والله العظيم سبحان الله، ما لحقتش حتى تستنى اما تبيض. فالبيضه الحمد لله انا لما شفتها لحقتها واخدتها. تمام. عندي العلاج ده برضو، انا جايبه لي الفراخ البيضه وهوريكم الفراخ البيضه تاني. عندي الفراخ بتبيض، حاطه لهم وعملت لهم اكتر من مكان مش راضيين يبيضوا في الاماكن اللي انا عامله لهم فيها. حطيت لهم اقفاص بقش، ما رضيوش. عملت لهم اماكن كده برمل، ما رضيوش. بيروحوا بقى ايه، يبيضوا كده في واحده مثلا بتبيض لي على العتبه بتاع الباب وانا داخله، واتنين بيبيضوا فوق القطعة بتاع المطبخ دي، واحدة بتبيض على القفص اللي هي بتنام عليه. يعني هم 5 ما شاء الله بيبيضوا، بس طبعا ما بيبيضوش كل يوم. يعني انا مثلا ممكن الاقي النهاردة 3 بيضات، بكرة بيضتين، بعد بكرة بيضة، بعده 4 بيضات. يعني بصوا، مش كل يوم في فراخ بتبيض يوميا، وفي فراخ بتبيض يوم ويوم، وفي فراخ بتبيض كل يومين. هما 5 فرخات بس، وديك. تمام. انا سايبه الديك ليه بقى؟ الديك علشان لما الفراخ لو حبت تنام ترقد، يعني البيض يبقى فيه يبقى مخصب، وبعد كده ترقد عادي. هتسيب لها البيض يعني ترقد عليه. بس بالمنظر اللي هم بيبيضوا بيه ده في كل مكان، طبعا اكيد مفيش حاجه هترقد يعني. ما علينا. المهم الفراخ دي يا بنات فيومي باضت على 5 شهور. انا كنت جايبه 15، كنت جايبه 15 فرخه عشان يبيضوا. كان فيهم ديكين وكان فيهم كان فيهم ديكين، والباقي كله كان برابر. فقلت هذبح منهم واسيب شويه يبيضوا اكتر. يعني من كده كنت هسيب حوالي 10. بس بقى ايه، في اول الشتاء طبعا بيبقى فيه وقت معين كده بيجي فيروس في الجو بيموت الطيور. فبصراحة جه عندهم ولحقت، يعني انا بقيت ايه، احس ان هو اللي تعبان شوية اذبحه، وفي اللي مات فجأة. فالله المستعان. وذبحت منهم برضو اكلنا يعني. بصوا انا بحط لهم دلوقتي ايه، بحط لهم املاح معدنيه ورافع مناعه، وجايبه لهم كمان صدف علشان بصوا ده الدرج اللي انا بحط الادويه فيه. وجايبه لهم صدف علشان في عندي فرخه كل كام يوم كده الاقيها بتبيض البيضه برشت. يعني ايه برشت؟ من غير القشره الخارجيه.
تلاقي البيضة طرية بالقشرة اللي جوه بس طرية، وساعات بلاقيها مفتوحة واللي فيها واقع. تمام. فانا جايبه لهم ايه العلاج ده يرفع المناعة واملاح معدنية، ولازم الصدف عشان الكالسيوم. بسم الله ما شاء الله بقى. دي الفراخ البيضة بتاعتي عندها دلوقتي شهر. بس هي يا بنات عندها برد. ليه عندها برد؟ والبرد ده مش راضي يروح بأي علاج، لان جه عليها كل التغيرات اللي حصلت. كتر خير الفراخ دي انها عايشة لحد دلوقتي. طبعا احنا كنا عايشين إيه اربع وخميس، هوا وشتاء وعواصف، وبقيت الاسبوع حر. ما كناش عارفين اذا كنا في الربيع، اذا كنا في الصيف، اذا كنا في الشتاء. فالجو كان متقلب جدا ومتغير جدا. فهم يعني ايه، الجو يبقى حر عليهم، فجأة الجو يهوي فجأة، فجأة تشتي. فبجد بجد يعني كتر خير الفراخ دي. آه، لولا انهم فرزتهم كويسة ومناعتهم كانت كويسة، استحملت شوية، بجد كانوا ماتوا، كانوا اتبهدلوا. بس انا طبعا يعني اي حاجة بوليهم بالعلاج وبالوصفات، وليمون وتوم وبصل وحاجات من دي. فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء هم قدر الله ما شاء فعل. هم عايشين لحد دلوقتي. هم اكلتهم بدأت تقل بصراحة، لانهم البرد عندهم شديد. بس الحمد لله انا برضو بحط لهم علاج، وبحط لهم يعني ليمون في اللهم صل على النبي في الميه وكده. واهم حاجه يا بنات التجويع، لازم لازم تجوعوا الفراخ من 2 ل3 في اليوم، علشان لما تجوعيهم ويجوا ياكلوا ويروحوا يشربوا ميه، ده بيزود وزنهم. تمام. وبيخليهم يشيلوا لحم وكسلانين قوي. لازم كل شويه اطلع اقومهم كده من مكانهم، واقعد اخبط لهم بالعصايه دي، احطها هنا عشان اقعد اخبط ليها بيها يعني ليهم، وعشان يقوموا ياكلوا ويشربوا. غير كده بلاقيهم نايمين على طول. المهم انا عندي شويه العلفه دول، هعمل بهم خلطه بقى جباره، بتتعمل بعد الشهر، مسافه 4 5 ايام، قولي اسبوع، يدوكوا وزن بسم الله ما شاء الله. تذبحي كده الفرخه مليانه لحم، سكر، طعمها حلو قوي، وزي الفراخ البلدي، وشايله لحم ولحمها حلو كده. تمام. ايه بقى الخلطه اللي انا اعملها دي؟ 7 كيلو من العلفه. تمام. حطيت عليها 3 كيلو ونص من العيش الناشف، عيش ناشف مدشوش. انا يعني ممكن تشتري من عندي بتاع الاعلاف، بس انا عندي يا بنات يعني اللي بيتفضل عندنا، العيش اللي بيتفضل عندنا بنشفه. ولما بجيب الشكارة مثلا، بملى شكارة، ببعت ابني يعملها في المكنة، فبيبقى عيش مدشوش. فبحط بقى منه للطيور. انا حاطه منه الوقت للطيور اللي هي للفراخ اللي هي بتبيض دي، الفراخ الفيومي. واللي في العلبه ده بقى اللي هو اسمه الصدف ده بيجي برضو من عند بتاع الاعلاف. الصدف ده بقى هو مصدر الكالسيوم، تحطيه علشان يبيضوا كتير، عشان البيضه ما تنزلش برشت من غير قشر. وعشان كمان ما ياكلوش البيض. تمام. لان في فراخ كتير بتاكل البيض بتاعها. فانت دايما تحط لهم الكالسيوم ده على الاكل، اللي هو الصدف. مش هياكلوا البيض، ولا ان شاء الله هيبيضوا بيض برشت. ده كمان كسر فول، حطيت لهم شويه، بحط لهم شويه صغيره كده يعني كل كام يوم. ده برضو بيخلي الفراخ تشيل لحم، وبيخلي طعمها مسكر. حطيت الكسر الفول ده، انا بجيبه الكيلو ب28 جنيه. حطيت حوالي نص كيلو على الخلطة اللي انا عاملاها على العلفة، 7 كيلو علفة، 3 كيلو ونص عيش ناشف مدشوش، نص كيلو من الفول او كسر الفول، نص كيلو من الحلبة، اللهم صل على النبي، من الغلة. هو ده بصراحة مش نص كيلو، كان ربع كيلو عندي، كان باقي يعني، كنت جايباه بعمل بليلة وكده، وكان باقي عندي ربع كيلو. بس انت حط على ال7 كيلو علفة، حط عليهم نص كيلو من الغلة. تمام. واقلبهم بقى في بعض كويس قوي قوي. ودي للفراخ البيضة بعد الشهر، بيدي بقى اوزان حلوة قوي قوي. وكمان بيخلي الفرخة ايه معاكي، لحمها كده مسكر وحلو. فاهميني؟ انا اقلبهم كويس بقى ايه، وهسيبه بقى كده عشان انا مش هاكلهم منه دلوقتي. احنا دلوقتي حوالي الظهر. انا طبعا بطلع لهم الساعة 8 الصبح، بشوف لو المية خلصت بحط لهم مية جديدة، وبحط لهم علف برضو، لو العلفة خلصت بحط لهم علفة. وبطلع بقى وبنزل بقى الشقة، وبعد كده اطلع لهم الظهر كده. تمام. فاحنا دلوقتي الظهر او بعد الظهر بشوية، عملت لهم الخلطة دي
هدخل بقى الجو النهارده حر جدا جدا، والوقت اللي بيبقى حر انا بشيل الاكل من قدامهم، وبحاول ان انا افتح كده المكان اللي هم فيه اهويهم شويه عشان ما يجيلهمش احتباس حراري. تمام. خلي بالكم من الفرخه البيضاء ما بتقدرش تستحمل الحر. وبعد كده بقى هشيل الاكل واحطه بعد العصر بقى يكون الجو هوا كده وطره وبقى كويس. نزلت بقى الشقه، كنت حاطه السلحف بتاع ابني في الشمس، ياخد حمام شمس كده، لازم كل يوم بيتحط في الشمس شويه علشان يدفى ويعرف كده يفوق كده وياكل ويجري. تمام. هاخده بقى الوقت من البلكونه، بحطه بقى هنا ايه على الركنه في شمس برضو بتيجي من الشباك، بس عشان بيبقى فيه سلك، الشباك بيبقى فيه سلك، فبيبقى إيه يعني ايه الشمس ما بتبقاش قويه قوي كده زي البلكونه. تمام. بتبقى هاديه شويه. بحطه برضو هنا وهحط له الاكل واسيبه بقى واروح اعمل اللي وراه، هو هياكل. وبعد كده بقى ايه بعد ما يخلص هيمشي بقى شويه، يعني هيقعد يتمشى كده شويه على الركن. اهو. اسمه زغلول. ابني مسميه زغلول. حطيت له الاكل اهو، بياكل خيار مبشور، خس متقطع، كوسه مبشوره. مره حطيت له برضو كوسه وحطيت له عليها اناناس مبشور. يعني تنوع كده في الاكل. خلوا بالكم بحطه برضو بحمام دافي، حمام دافي كده مرتين في الاسبوع، وبغسله بغسل الصدفه كويس قوي برضو، بعد كده احطه في الشمس ينشف. وعلى فكرة أول ما جبته ما كانش كده، أول ما جبته كان داخل على طول في الصرفة بتاعته، وكانت عينيه وجعاه وما كانش بياكل ولا بيشرب، قعد حوالي 10 أيام. بس لما بدأت أهتم بيه وأعمل له حمام مية دافية وأحطه في الشمس وأعمل له كمادات على عينيه، ما شاء الله بقى أكل وبقى يعمل حمام، الحمام بتاعه صغنطوط كده عامل زي حمام العصافير. وبدأ ياكل بقى وبدأ يتمشى في الشقة كلها وأخد علينا يعني. هو أول ما بيجي يعني أو بيغير المكان بتاعه بيبقى خايف. المهم دخلت بقى على المطبخ، وانا طبعا منضفه المطبخ بتاعي على بيات ومفيش عندي اي حاجه الا شويه المواعين اللي الحوض طبعا بيخترعهم. انا لازم قبل ما انام لو عملت الحوض طبعا بقى ولادي لازم يقوموا بالليل يعملوا اندومي، يعملوا اي حاجه. والحله دي كان فيها رز على سمك، حطيته الفراخ اللي بتبيض وحطيتها بقى كده عشان ابقى اغسلها. المهم يعني ما ينفعش، حرام حرام، ده ضد الطبيعه ان الحوض يكون فاضي. المهم برضو كنت ذبحت فرخة صغيرة كده، كنت لقيتها كشة كده وبدأت ان هي ما بتاكلش، فقلت اذبحها يعني وكده، خسارة بدل ما تموت. طبعا كانت كويسة وكويسة يا بنات والله، وجسمها كويس ولا ازرق ولا اي حاجة، لان طبعا لو هي عيانة وجسمها ازرق انا استحالة كنت ان انا اذبحها واكلها لولادي. تمام. انا قلت بقى ايه اذبحها واعملها كده مع شوية رز وحبة بطاطس كده وناكلها ونقضي بيها يوم. وده بقى ايه من توفيرنا، من تربيتنا وتوفيرنا. اكلنا فراخ النهارده اهو، وبيبقى عند البيض شايفين انا حاطاه بس في المصفى. عايزه اوريكم ان انا لما بتبل اي فراخ بتبيتها بالليل في مصفى وتحتها حاجه عشان تنزل الميه بتاعتها، عشان الميه دي اللي بتعمل الزفاره. هتاكليها بقى كانها فراخ مشويه مفيش فيها اي زفاره ولا فيها اي حاجه. المهم بقى يا بنات اهو والله العظيم فرخ زي العسل، وكانت هي صغنونه بس مليانه لحم. ومن تربية ايدك وتوفيرك الفرخة دي عشان تجيبها الوقت هتروحي تجيبها ب150 جنيه. انا عملتها اهو ببلاش من تربيتي. والعلفة ممكن تجيبها بالتقسيط، احنا بنجيبها بالتقسيط. ممكن تجيبها حتى يعني بالكيلو، 5 كيلو ب5 كيلو، فمش هتحسي. ولو عملت 5 فرخات ب5 فرخات والله ما هتحسي بتربيتهم يا بنات بجد. ولا بياخدوا وقت ولا بياخدوا مجهود ولا بياخدوا اي حاجة. انت رايحة جاية كده وتبص عليهم وتحط لهم الاكل. ولو انت هتربي في البلكونة ممكن تجيبي اللي هو البطاريات اللي بتتعمل دي ما بتحطش فيها نشارة ولا حاجة يا بنات، بتحط فيها اسمها دواسات سلك كده او بلاستيك. دي على فكرة ما بتعملش ريحة خالص وبتبقى حلوة قوي وما بتطلعش ريحة والله. فجربوا وما تنسوش بقى تدعولي وقولوا لي بقى الفيديو الجاي